نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس اداره اتحاد الكره الحالي. كابتن حازم ازيك؟ مساء الخير يا كابتن كريم. الله يخليك كابتن حازم، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله حبيبي، كله تمام، وحشنا جدا جدا جدا. ربنا يخليك، ان شاء الله اشوفك قريب باذن الله. ان شاء الله يا كابتن حازم. يعني عايز اكلمك شويه على الزمالك. جماهير الزمالك. هكلمك بقى كحازم امام نجم الزمالك السابق، مش كعضو مجلس اداره. اتكلم معاك في الكوره شويه. ودايما لما بيكون في حد من الجماهير بتحب لعيب معين بيبقى هو اكتر واحد حاسس بالنادي. فحازم امام بالنسبه لجماهير الزمالك حاجه كبيره. فالزملكاويه زعلانين اليومين اللي فاتوا بعد التعادل مع اسوان، حاسين ان الفرقه المستوى مش هو، والاهلي بيكسب، وبدات النقاط، عدد النقاط او الفرق يزيد شويه. شايف الامور الفنيه ايه في نادي الزمالك في الفتره الحاليه؟ والله بص يا كريم، انا شايف ان بعد ماتش اسوان الناس كتيره متشائمه قوي، وناس كتيره بتهاجم، يعني مش بتهاجم اللعيبه بس، يعني بتنقد اللعيبه جامد قوي. انا دايما من انصار ان انا اقف مع الفرقه لغايه اخر وقت، يعني لازم. احنا للاسف جمهور الزمالك بيحب قوي ويزعل قوي، يعني لما يحب واحد او يلاقيه كويس يقعد يقول لك ده نجم مصر وده العالمي وده اللي مش عارف ايه وبتاع، ولما يلعب وحش دول ما بيحسوش بينا ومش عارف ايه. لازم يبقى في وسطيه شويه، يعني لازم الامور انت لسه بتلعب في الدور الاول، عندك ماتشات مؤجله، لو كسبت ماتشاتك كلها يبقى الفرق 4 نقط تقريبا بينك وبين الاهلي. يعني ماتش واحد لو كسبت الاهلي تخش تاني، موضوع مش بعيد، يعني 4 نقط انك لسه بدايه هتبتدي او بتلعب لسه في الدور الاول. مشكله الناس كتير قوي دلوقتي بتتكلم على طول في فنيات زياده عن اللزوم. بتتكلم في امور يعني فنيه قوي، اصل ده مش عارف، ما بيعرفش يلعب ايه وده بيلعب ايه، ما حدش بيسيب الامور للمدير الفني. على طول بعد اي ماتش الناس تتكلم فنيات كتير قوي. في محمد حلمي ماتش الداخليه مدرب كويس جدا، بعد الماتش مدرب وحش جدا، مدرب على قده وما بيعرفش يقرا الماتش. مع احترامي الناس بتنقد مرتضى منصور او استاذ منصور ان هو بيقعد يغير مدربين كتير او بيقعد يشتغل كتير على مدربين، لكن لما تيجي تبص مثلا على بعض جماهير الزمالك وناس كتير قوي قطاع عريض يا كريم. كان حسام حسن موجود لما جه وتعادل كتير، يا عم لازم يمشي. بنفس المنطق، الناس بتتعامل بنفس المنطق، اللي هو تلعب ماتشين كويس يقعد يلعب 3 ماتشات وحش. يعني ناس قاعده تهاجم مؤمن هجوم شديد وبيكسب، بس يقول لك اصل ده مش الزمالك، اصل الزمالك مش كده، اصل ده كبير على مؤمن، الزمالك كبير على مؤمن. يمشي مؤمن ويجي حلمي يقول لك طب والله ما كان مؤمن كويس، مشيته حلمي، مشيته مؤمن. هو دايما عكس اعكاس، اللي في ايديك ما بتشوفوش كويس غير لما بيمشي. طب خلي اللي في ايديك بقى، حافظ عليه وخليه وراه وخليك وراه وامشي وراه كويس وسيب له الفرصه. ما هو مفيش مدرب في العالم بيتحكم من 3-4 ماتشات يا جماعه، مفيش حد في العالم كده. ضغط الناس. بس المشكله كابتن حازم ان القرار في ايد مجلس اداره الزمالك، ومجلس اداره الزمالك هو اللي بيغير. ما انا فاهم، بس انا قصدي انت الناس مثلا، يعني انا بشوف الناس بتقعد تنقد مشروع مرتضى ان هو بيغير كتير، وتيجي تبص مثلا على الناس دي هي، ولما تيجي تتكلم كومنتس مثلا، انا بقرا مثلا كومنتس كتير للناس دي، هم نفسهم ما عندهمش قرار واحد على حد معين. يتكلم كويس مره على واحد ويبقى عليه بعديها بشويه يتكلم وحش على نفس الواحد. يعني هي نفس ده دول ايه يعني؟ لاعبين سابقين في الزمالك يعني، ولا محللين ولا ايه بالظبط؟ بغض النظر يعني بغض النظر مفيش منطق اللي هو الماتش الواحد بياخدك ويوديك. لكن انا بشوف ان اي مدير فني لازم له 12-13 ماتش بفتره اعداد. خلي بالك هو الطبيعي في العالم كله انت بتعمل فتره اعداد شهر ونص، بتقول شكلك فيه، وبعدين تبتدي الدوري بتقعد 3-4 ماتشات الاولانيه بتلخبط شويه لغايه لما الامور الناس بتكتسبها وتفهم. انت بتشتغل طبعا مفيش الشغل ده عندك، انت الناس بتيجي عنده ماتش بكره فالعب، وبعدين بعديها ب3 ايام ماتش، فانت دوب بتصلح اخطاء الماتش اللي فات، لكن ما بتعرفش تدي حاجه جديده قوي. فانت بتشتغل في ظروف صعبه جدا، وعايز انك تلعب كويس وتكسب وتجيب اجوان والناس تتالق. كل ده لو هيجي بالصدفه او هيجي مره واحده، لكن مش هيجي على طول، لان ده مش نتاج شغل، ده نتاج كده ان انت لعبت ماتش كويس، ان واحد كان كويس، شيكابالا كان كويس. لكن الطبيعي انه مش هتلعب كويس كل الماتشات، لان انت مش محضر. مش محضر زي حسام البدري في الاهلي، واخد فرقته من قبل الدوري واشتغل عليها وشاف عيوبها وصلح في اول 3 ماتشات، شاف لعيبه ما عجبتوش راح مغير في وسط، خلاص بقت الدنيا، بقى فاهم فرقته عامله ازاي. انت الرفاهيه دي مش موجوده عندك. انت بتبتدي، انت مدرب جه كان عنده بعد يومين ماتش الداخليه، خلص الداخليه لعب كويس. طب احنا متفقين يا كابتن حازم ان عشان الموضوع ده يتحل لازم كابتن محمد حلمي وجهازه يقعدوا فتره بدون تغيير.
هو لازم يوصل. انا بتكلم بقى على ما هو خلي بالك الضغط اللي بيجي من الناس برضه، الضغط يعني ما اللعيبه بتقرا، كنت لعيب في الزمالك بس ما كانش كده يا كريم. ومسكت في الجهاز الفني، ما كانش في سوشيال ميديا كده، ما يا وما كانش كابتن في ما ضغط، هي وما كبيره. كانش بطلع من الماتش الاقي الناس مقيماني وباحثين عليا ان انا كويس ولا وحش، ولا ان انا لعيب كويس ولا ان انا خلاص لازم احنا عايشين في فانت عصر بتتعامل مع لعيبه بتقرا الكلام ده كله، وممكن تبقى لعيبه شخصيتها ضعيفه فما بيتحملش الليله دي، بيروح واقع منك. صح بس خلاص هو لازم يعني في الزمالك انك تقف مع الناس. كلامك صح. يعني انا زعلت بصراحه ماتش اسوان، الناس كلها متشائمه من اللعيبه، وانتوا مش قد الفانيلا وفرقه وحشه جدا. طب ما دول كانوا من 3 ايام احسن فرقه في مصر. فاهم؟ فانت دورك كجمهور ايه؟ الجمهور ده اسمه جمهور ليه يا كريم؟ انه بيقف مع فرقته في وقت الصعب، مش الوقت اللي انا بس اكسب فيه اقول انا احسن فرقه في العالم. الطبيعي ان الوقت اللي انت مش كويس فيه ان الناس كلها تقف ورا فرقتها. يعني هو ده وقت الجمهور. بس احنا نتمنى ان الجمهور والاداره، ما الاداره بص يا كريم، انا اعمل شغلي، كل واحد يعمل شغله، وبعد كده تنقد اللي بيشتغل غلط. لكن ما تنقدش حد وانت بتعمل زيه. يعني الناس تنقد مرتضى منصور ان هو بيغير مدربين كتير، وبعدين الناس كلها بتعمل زيه، يقول لك مشي مشي مشي. بعد 3 ماتشات دلوقتي بقى الكونسبت عند الناس فيها مشي. فانت كل واحد يعمل شغله، وبعدين لو المستوى مش لقى الناس الجمهور واقف ورا لعيب ورا جهاز فني، وجهاز فني بيأدي بشكل كويس، ما هي مش هيمشيه، ما هو في الاخر عايز يكسب هو كمان يعني. هي سلسله كده مربوطه ببعض يعني. الزمالك يقدر ياخد الدوري السنه دي؟ ما يقدر. احنا بقول لك 4 نقط، لو كسب ماتشات يبقى فرق 4 نقط فقط بالظبط، ولسه في ماتش اهلي وزمالك مع بعض. صح. ليه حاله الاحباط الرهيبه دي؟ يعني انا ما اعرفش ليه دايما محبطين، او لما يخسر ماتش يبقى في احباط. لا، اشتغل واطلع. انت عندك الناس بتقول لك ده احسن لعيبه في مصر، واحسن لعيبه في مصر هتسلم من اسبوع ل 12. مش منطق يعني. صح. رايك ايه في الاهلي؟ كويس جدا، من احسن فرقه من الفرق اللي بتلعب كوره كويسه جدا بصراحه. ودي مثل الاهلي، انه بيلعب كوره جماعيه مش بيعتمد على شخص واحد. يعني حتى عبد الله السعيد لو مش موفق بتلاقي في 3 4 لعيبه بيقوموا بالريتم نفسه. فعشان كده ما بتحسش ان ممكن حد لو وقع الفرقه تحس ان في مشكله في الفرقه يعني. صح. فرقه ما فيها زي مكنه كده، تروس كلها شغاله بشكل محترم يعني. في كمان حاجه جديده في الاهلي السنه دي، الضبط والربط والنظام في الفرقه يعني. هو كابتن حسام بصراحه راجل محترم وبيشتغل على الحاجات دي كويس. وانت دايما بص يا كريمو، لما الدنيا بتبقى ماشيه كل حاجه بتبقى يعني، لما بتكسب كل حاجه بتبقى ماشيه، اللعيبه بتبقى عايزه تشتغل، محدش بيبقى عايز يعمل مشاكل، الامور كلها بتتحل. دايما المكسب بيبقى كل الظروف اللي حواليك بتبقى كويسه وايجابيه، وبالتالي مع حسام بدري كمان اللي هو عنده الشخصيه قويه، فمحدش هيعمل مشاكل يعني. ولو في مشكله بتعدي، يعني ان كله عايز يزق ان الفرقه بتكسب. ماتش الاهلي مع امبي النهارده هيبقى صعب ولا الاهلي هيتفوق بسهوله؟ لا مش بسهوله. ممكن يبقى عوده لطارق العاشر. طارق العاشر لسه ما كسبش ولا ماتش لغايه دلوقتي من ساعه ما جه خسر ماتش وتعادل 3. هي فرقه امبي بالنسبه لي بصراحه لغز، يعني مش عارف احله. فرقه كويسه جدا على الاسامي، لكن في الملعب عندها مشكله ثقه بشكل كبير جدا. لو ما بيجيبوا جون بيبقى المشكله على الدفاعيه، ولما بيدافعوا كويس يبقى عندهم مشكله هجوميه. يعني ما بيعرفوش يعملوا التوازن بشكل كويس. اللعيبه انا عارف انها كانت بتطالب بطارق العشري، يجي طارق العشري بقى له 4 ماتشات ما كسبش ولا ماتش. ممكن يكون بدايه لانطلاق امبي، وممكن يبقى سلسله للانتصارات يعني مع الاهلي. يعني ما اقدرش اتوقع، لكن الماتش اكيد صعب يعني. مش يعني الاهلي لو كسب مش هيبقى ماتش سهل بالنسبه له يعني. الزمالك وبتروجيت بكره، الزمالك هيقدر يخرج من سلسله التعادلات؟ والله بص يا كيمو، لو اي مدير فني اشتغل على مجموعه لعيبه وليس فرديا فقط، الزمالك يكسب اي حد. صح. بس هي النظريه ان احنا الزمالك فردي. فعشان كده اول ما حد ايمن حفني يقع هتلاقي نفس شيكابالا بس اللي شغال. لو شيكابالا شغال مش شغال تلاقي واحد بس يعني ما فيش مجموعه لعب. هي دي مشكله الزمالك. عشان كده بقول لك لازم اي مدير فني ياخد وقته عشان يعمل الشكل ان اللعيبه دي تعرف تلعب مع بعض. ايوه. فهي دي المشكله يعني. وتوظيف اللعيبه جوه الملعب مهم جدا. يعني لكن ماتش صعب برضه، فرقه كويسه يعني. طيب كلام كتير اتقال على حازم امام الفتره اللي فاتت في موضوع بي ان سبورت ورحيلك عن بي ان سبورت. تحب تقول ايه في القصه دي؟ ولا حاجه. انا قلت اللي عندي يعني. لا ما قلت اللي عندي في كذا حته. كان في اشاعات وقال لك اتخانق وقال لك عشان مشاكل سياسيه مصر وقطر ومش عارف هو الموضوع تحديدا موضوع اكسكلوسيفيتي وموضوع عقود حصريا يعني. حصلت مشاكل في العقود بقالنا فتره فيها، بقالي شهرين فيها، ولم نوفق ولم نصل لحل. وكل احترام والتقدير للناس اللي هناك، لكن لم نصل لحل يعني. ممكن يحصل حلول في المستقبل، لكن لغايه دلوقتي ما فيش.
تمسكت بوجودك في مصر مع اون سبورت. انا لازم اطلع في مصر عامه يعني، بغض النظر ان انا شغال في مصر اول ما اروح بين سبورت، وبالتالي شغلي في مصر ده مهم يعني. انا بشتغل في بلدي، اهم حاجه بلدي. ايوه. ان اشتغل فيها واكون دايما عندي كده زي ما يقولوا ايه، جدر في بلدك، ما تبقاش كل حاجه بره. طبعا بره حلو وكل حاجه، لكن بلدي هي اللي طلعتني وهي اللي اشتغل فيها وهي لازم اكون موجود فيها يعني. بالظبط. حازم امام في الفتره الحاليه عضو مجلس اداره، وقدامك يعني ربنا يكرمك كده 3 سنين ونص او اكتر. مش هكلمك بقى رئاسه الزمالك والكلام ده عشان يعني ده سابق لاوانه، لكن حازم امام كان دايما حلمه ان هو يكون مدرب. اجلت الحلم ده شويه شويه. بس ينفع كابتن حازم لما يعني تبقى مجلس اداري 4 سنين وبعدين تبدا من الصفر تاني في التدريب بعد كده؟ احنا بنعيش مره واحده في الحياه دي، لازم انا وجهه نظري في الدنيا يعني ان انا اجرب كل حاجه. ايوه. ما دام لا حاجه حرام ولا عيب ولا بعمل حاجه غلط، اعمل اي حاجه نفسي اعملها. ايه المشكله؟ هل مثلا الناس هي بتتكلم او واحد ما عملهاش قبل كده؟ ما دام حاجه بقول لك لا حرام ولا غلط ولا ضد حاجه ولا حاجه مش كويسه، اعمل اللي انا نفسي فيه. ما حدش ليه حاجه عندي يعني. فاهم؟ ما دام حاجه انا بحبها وشايف انها كويسه وعايز اعملها هعملها. فاهم؟ مفتقدين كابتن حماده امام. الله يرحمه. والله مفتقدينه جدا يعني، من الشخصيات الجميله اللي احنا مفتقدينها في الوقت الحالي. ربنا يخليك. بجد والله يعني. راجل محترم، وانا نفسي كنت يعني بحبه جدا. كان بيكلمني الصبح كده، الاقيه مره بيكلمني الساعه 10 الصبح، انا نايم، انت عارف بصحى متاخر شويه، الاقيه دايما بيديني نصايحه كده، وحاجه جميله والله. مفتقدينه فعلا، ربنا يرحمه. ربنا يخليك يا حبيبي. توفيق يا كابتن حازم ان شاء الله الفتره القادمه. حبيبي. بشكرك كابتن حازم امام، طبعا نجم كبير.